السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مع بعض وصفة جديدة من وصفات يوميات ليالي والصوص. النهارده هنعمل مع بعض البيتزا. عملناها قبل كده كتير وعملنا الميني بيتزا. هنعمل مع بعض النهارده البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة خالص. طبعا المكونات معايا زيتون مخلي، ومعايا بصل مفروم للحمة اللي هنعصجها، ودي حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة عشان ما كترش يعني. معايا فلفل رومي وفلفل ألوان، ومقطعة طماطمية كده مكعبات، ومعايا زبدة أو مادة دهنية عشان نعمل اللحمة بيها. وطبعا معايا جبنة موتزاريلا، هي كده مجمدة من الفريزر. على ما نعجن بقى البيتزا مع بعض ونعصج اللحمة هتكون الجبنة دي فكت. يلا على طول مع بعض. هضيف قطعة من الزبدة ومعاها شوية كده من الزيت صغيرين زي ما احنا شايفين كده عشان نعصج اللحمة. هسيب الزبدة تفك كده مع بعض، وهنزل عليها اللحمة على طول، مش هنزل البصل الأول. دلوقتي هنزل باللحمة وهقلبها على نار عالية. دلوقتي هنزل شوية كده من الملح على اللحمة عشان تتفكك بسهولة معايا، وهقلبهم مع بعض. طبعا بدي اللحمة ديت صدمة على نار عالية عشان ما تنزلش المية أو السوائل اللي فيها، عشان اللحمة المفرومة طبعا كلنا عارفين ما بنحبش نحط عليها مية واحنا بنسويها. لما بتحطش عليها مية بتحصون كده وتجمد معاكي، لكن لما بتستوى بالسائل اللي جواها أو السوائل اللي جواها مع البصل بتبقى طعمها حلو جدا. طبعا هقلب اللحمة كده لحد ما لونها يتغير. خلاص اللحمة لونها اتغير زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ممكن عادي تعملي البيتزا من غير لحمة مفرومة. البيتزا بالذات انت حرة في مكوناتها، اي حاجة بتحبيها حطيها في البيتزا، او اي حشوة للمعجنات، ما تتقيديش بحاجة معينة. نقلب البصل كده واسيبه يستوي مع اللحمة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طبعا بتعمليها في حلة، في صينية، اي حاجة تعجبك او اي حاجة موجودة عندك. هسيبها كده لحد ما تستوي ونكمل خطوات. دلوقتي هبدأ اعجن البيتزا. هجيب بولة او طبق كبير وهضيف الدقيق حسب بقى رغبتك. يعني انت لو عايزة تعملي كوباية او 2 حطي مقاديرك على قدهم. معايا كوباية اهي، كوباية كبيرة حوالي ربع كيلو او اكتر كمان اهو. هضيف كمان يعني هنعمل حوالي 3/4 كيلو كده او نص حسب ما احنا عاوزين يعني. لو عايزة تعملي 2 او واحدة كبيرة زودي الدقيق اللي انت عايزاه. طبعا المكونات اللي احنا هنحتاجها هو الدقيق والخميرة وملح وسكر ومية، فيعني المقادير دي في ايدينا. وطبعا القوام بتاع البيتزا يعني كلنا عارفينه، ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. وطبعا بتحطي الزبادي عشان يطريها معاكي. شويه من السكر اهو تمام كده، شويه كمان من الملح اهو، وهقلبهم في بعض كده اهو كده تمام. طبعا اللحمه معايا على البوتاجاز شغاله بتستوي. وطبعا الصلصه معموله عندي، لو مش معموله عندك بتحطي بصلتين وطماطمتين وتسيبيهم يستووا على النار، وبعد كده تضربيهم وتصفيهم في المصفى وتحطي توابلك فيهم عشان تاخدي صلصه تستخدميها. طبعا هنعمل الخميره دلوقتي. هجيب نص كوبايه من الميه الدافيه وهفضي فيها كيس الخميره طبعا، وهقلبه عشان اضمن نجاح الخميره معايا. هقلب، اضيف معلقه كده من السكر او معلقتين حسب رغبتك، وهقلب الخميره معايا. هتفور معايا بسرعه عشان اضمن الخميره مظبوطه معايا وناجحه. طبعا بقى انضف حواليا كده اهو شويه دقيق وقعوا، لازم النظافه اهم حاجه. كمان نفسك بتفتح على الشغل وانتي بتشتغلي ما تلاقي كل حاجه حواليك نضيفه كده. طبعا لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، واللي اول مره بيشوفني يشترك في قناتي يوميات ليالي والصوص ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. دلوقتي هبدا اضيف الميه اللي هعجن بيها كده بالشكل ده.
تحطي بقى الميه تدريجي، ما تحطيش ميه كتير وترجعي تقولي يا ريت. شويه كده على حوالي معلقه او معلقتين من الزيت اهو، دي عشان تطري العجينه معايا وتخليها بتلمع. خلاص، وهننزل الزبادي. طبعا لو عايزه تحطي برضو لبن بودر، لو عندك حطي معلقتين مفيش مشكله، برضو بتدعم طعمها معاكي وبتبقى حلوه. بس مش عايزين برضو نركز على مقادير معينه، عشان لو انا قلت مقدار مش عندك ممكن تقولي لا انا مش عندي المكونات مش هقوم اعملها. لا، الموجود عندك استخدميه واعملي بيه. دايما ما بقتش لنفسي بمقادير ولا مكونات عشان امشي الدنيا، بس الحاجات اللي بتبقى لازم مقاديرها مظبوطه زي الحلويات دي لازم بقى مقاديرها وحاجتها تبقى مظبوطه. دلوقتي الخميره ناجحه معايا خالص اهي، هنزلها كده على العجين بتاعي وهقلبهم. طبعا بقى اللي لقيتي الدقيق محتاج تحطي له شويه دقيق عالجيه حطي له، لقيتيه ناشف معاكي ممكن تضيفي له برده شويه ميه دافيه، يعني اتصرفي كده ما تسيبيش حاجه تبوظ منك. هستمر في العجن كده زي ما احنا شايفين، طبعا لحد ما العجينه تتلم معايا خالص خالص. ما تستعجليش عليها، عجنيها واديها راحتها، اهم حاجه تعجني الحاجه براحتك. دلوقتي بقى هلم العجينه معايا كده خلاص تمام، بدات تتلم معايا خالص اهو. وطبعا هغطيها بقى بفول استرتش او كيس او اي حاجه يعني كده تتغطى عشان تخمر معايا. حابه بقى اضيف شويه زيت كده في ايديا عشان تتلم كويس كده. خلاص العجينه تمام معايا، وطبعا انت بتبقي ماسكه العجينه بتبقى عارفه القوام اللي انت عايزاه. كده العجينه تمام وخلصت كله اهو، وهسيبها بقى تخمر ونرجع نكملها سوا مع بعض. كده اتلمت العجينه معايا خالص تمام اهي، شايفين بقت زي العسل. خلاص كده هسيبها بقى لما تخمر ونكملها زي ما قلت. دلوقتي العجينه اتضاعفت معايا بالشكل كده زي ما احنا شايفين اهو. دلوقتي هشيل العجينه من البوله وهنزلها في الصينيه، ده طبعا بعد ما ادهن الصينيه بشويه كده من الزيت، او لو عندك شويه من البقسماط حطيهم في الصينيه كده من تحت البيتزا عشان ما تلزقش معاكي اهوت. هبدا دلوقتي اشيل العجينه وانزلها في الصينيه. طبعا انا كنت في الوقت ده بقى نسيت ادهن الزيت الاول، فحطيتها في ايد وماسكه العجينه بايد وازازه الزيت في ايد، ما عرفتش اتملك من العجينه، نزلت معايا ملعبكه كده شويه، بس انا لحقت نفسي طبعا وداوتها وانا بعجن البيتزا. قلت لكم ما تخلوش حاجه تبوظ منكم، الحقوا نفسكم على طول. فانا طبعا لما لقيتها كلكعت معايا كده رحت عدلاها بسرعه واتفردت معايا تمام التمام وطلعت جميلة جدا جدا. وهنشوف النهاية في الآخر. هنا بقى بفرد العجينة كلها في الصينية بحيث ان انا املي الصينية كلها والحتة العجينة كلها، يعني لقيت الصينية دي هتبقى صغيرة عليها فجبت يعني سبت حتة صغيرة منها كده، عملت بها 3 بيتزات صغيرين كده يعني ميني بيتزا في صينية تانية، وسبت الكمية دي على قد الصينية الألمونيوم دي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. اتأكدي ان العجين كله فرد معاكي كده قبل ما تحطي اي حشوة او تدهني الصلصة او حاجة. دلوقتي خلاص تمام العجينة اتظبطت معايا. هجيب شوكة او معايا كده عشان اغرز في البيتزا عشان ما تتنفخش معايا وتبقى زي القرص في الفرن. بتجيبي بقى الشوكة كده وتغرزي كده، ما تخليش مكان من غير خروم، بحيث ان هي تبقى كلها سوا واحد، ما فيش ناحية منفوخة وناحية هبطانة من الخرام دي. خرمتها كلها كده. طبعا انا حابة اعمل معاكم الخطوات كلها، ما قطعتش حاجة من الجزء بتاع تبطيط البيتزا وحشوها عشان البنات اللي لسه بادئه معانا يعرفوا ان كل حاجة سهلة وبسيطة وخطواتها سهلة لما تاخدي بالك منها. زي ما احنا شايفين كده خلاص خرمت العجين كله. ودلوقتي بقى طبعا معايا صلصة جاهزة زي ما قلت لكم،
وقلت لكم طريقه الطماطم. لما تيجوا تعملوها تحطوا طماطمتين على بصلتين وتحطوهم يستووا على النار بالتوابل، وبعد كده تضربوهم في الخلاط وتصفيهم في المصفى وتسبكيهم شويه كده وتدهني بيهم بقى ايه وش البيتزا كده قبل ما تحطي اي حشو. طبعا كلنا عارفين الخطوات، الناس الكبيره اللي بيعرفوا يطبخوا كده. الكلام طبعا ما بنعلمش حد كبير، بنعلم البنات الصغيرين اللي لسه بادئين. طبعا بعد ما دهنت الصلصه كلها كده حبيت احط حبه جبنه عشان برضو يدوا طعم حلو كده مع الصلصه والعجين، وكمان يمسكوا الحشوه اللي انا هحطها بحيث ان هم هيسيحوا والحشوه هتمسك فيهم كده. هنزل بقى دلوقتي كده بطماطم مقطعه، طماطم كده مكعبات زي ما وريتها لكم في الفيديو من الاول كده وانا بوريكم المقادير. دي طماطميه واحده وما تكونش كمان طريه، تكون جامده كده من اللي بتعملي بيها السلطه. وبعد ما حطيت الطماطم زودت بقى فلفل، طبعا تستخدمي الفلفل الوان رومي، اي حاجه الموجوده عندك اعملي بيه. انا ساعتها ما كانش عندي الا فلفليه صفراء وفلفل اخضر عملت بيه، ما كانش عندي فلفل احمر. طبعا خلاص قضينا الغرض، والطماطمايه اللي احنا قطعناها مكعبات دي ادت شكل حلو للالوان وللصينيه نفسها بالشكل ده كده اهو. وطبعا بقى ايه هزود زيتون بس مش هزود كتير، لان الزيتون بيبقى مملح زياده عن اللزوم، ممكن يخلي البيتزا آه، حادقه معاكي. فانتي خلاص ظبطتي ملحك في العجينه، بنحط شويه ملح وشويه سكر، وبنحط كمان ملح في اللحمه المفرومه. ما زودش بقى العجين سوري الزيتون عشان ما يحدقش معايا صينيه البيتزا. دلوقتي هضيف جبنه اللحمه المفرومه بقى، وزي ما قلت لكم اللحمه المفرومه دي حسب الرغبه، ممكن تحطي اي حاجه تانية او تشيليها من الوصفه خالص زي ما احنا شايفين كده. هبدأ بقى احط شويه من الجبنه، مش هحط كتير، بحيث ان انا ادخل الصينيه دي الفرن على الشبكه في الدرج الوسطانيه على درجه حراره 180 اهو. طبعا بقى مفاجأة الفيديو النهاردة بيري وهي بتغسل المواعين. بعد ما خلصت بقى البولة والعجين والكلام ده كله، انا اتفاجئت بقى، كنت مشغولة في التصوير واتفاجئت ان بيري دخلت حطت روج ولقيتها بتغسل لي المواعين. حبيت اوريكم اللقطة دي، كلنا نشجع بيري بقى عشان هي زعلانة اللي انا بقعد اقول الزوز الزوز فهي بتزعل. طلعت بقى الصينية من الفرن وضفت بقى كمية الجبنة كلها بحيث خلاص الجبنة هتسيح معايا. يبقى كده خلاص خلصنا البيتزا مع بعض النهاردة. خلصتها وادخلها تاني الفرن، ولما تسيح هنشوفها مع بعض شكلها ايه. تمام خلاص كده. طبعا بقى لو لاحظتوا كنت عامله بقى الكام بيتزا الصغيره دول بالعجين اللي فاضل، واهو دخلتها الفرن وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الجبنه ساحت واللحمه استوت، طبعا هي كانت مستويه بس الوش اتحمر كده بس معايا. طلعت جميله جدا وتحفه، وطبعا جربوها.